السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. نفسي بقى قلت انزل فيديو معاكم واتكلم معاكم ان شاء الله، ونقول احلى كلام للناس الحلوين اللي زيكم، ولاد الناس، ولاد الاصول. بيقول لك نافق تلاقي الف مرافق، قول الحقيقة ينقلب عليك في دقيقة. عندنا بعض الناس هنا يا جماعة نختلف معاهم، ولو كلمنا معاهم وصاحبناهم وتصبح أسرارنا إعلانات تجارية. فعلا والله. بيقول لك لا تخسر قيمتك بكلمة، ولا تفقد احترامك بزلة، ولا تجعل همك في الدنيا هو حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، قد يحبك اليوم وتكرهك غدا. هتعيش هنعيش وهنستمتع مع عالم ناقص. صون الأصيل يصونك، امشي وراه، الشمال تخونك. ما يعرفوش الجمال ده، الحلاوة حلاوة روح طبع. قبل ما تناسب تحاسب، في ناس نسبها شرف، أصل الشرف سلسال نابع من الأصل. مش فارق معاهم لا جاه ولا مال، رجالة مقامهم عالي في وسط الرجال، والكلمة منهم بتهز جبال. شاربين طوب الرجولة من ظهر سبع خيال. في ناس نسبها قرف، وناس بتكيل بمية مكيال. ما تاخدش منهم كلمة وكأنهم كلام عيال، والشورى شورة حريم، ولا يهمهم في أي مجال. بيتكلموا زي الحريم، عاملين علينا أبطال، وعلى الأصل دور. مفيش حاجة اسمها محال، في ناس مناظر جواها فاضي مش مليان. صدق من قال حاسب قبل ما تناسب، وفي ده يا سلام. انا عمري ما هعمل زيك، انا ما باكلش حرام، انا حد نضيف مش زيك. بلف على الاقسام، وبفضل الله وبكرمه انا بطلع قدام. انا يا ابني قانون، ما بمدش ايديا على حاجة الناس. لو هموت من الجوع انا بمشي سليم وفي حالي، وما بمشيش في الممنوع. شبعان والبركة في ابويا، مش زيك مصروع. وكان يا مكان كان عندي زمان، كان ليا اصحاب خسروني. عشان ايه؟ بسبب الحريم والنسوان. ابويا قال لي يا ولدي، في الزمن اللي انت عايش فيه هتشوف اشكال والوان، هتشوف اللي ليه ملوش اساس، عامل سيد الرجال. هتشوف رجالة لكن رجالة في بطاقة، حرمهم حكماهم وقدام البشر يعملوا ابطال. هتشوف كتير لكن عمري ما هتقابل أصيل، مش هتقابل غير عيال عايزة تعمل رجالة، فبتنعر زي الحمير. للأسف يا ولدي الرجالة ماتت، فياريتنا نترحم عليهم. الرجالة اللي كانت بتسد عين الشمس والعيبة ما تطلعش منهم، بقوا دلوقتي يا ولدي بنشوفهم عيال بسبب بسبب أهاليهم. الراجل يسيب الأصيلة ويبص الواحدة عليها، حتى الحريم يا ولدي مع محدش مالي عينيهم. ما بقاش فيه احترام، ما بقاش فيه خشة. لما تيجي تقول للبني ادمين اللي عندهمش احترام ولا عندهم دين، لما يكونوا غلطانين يتأسفوا، يقول لك نتأسف لمين؟ يا ميت خسارة يا ناس لما الاشكال الحرامية اللي زيكم تتأمل وتتبهدل. فعلا، عيش راجل موت راجل مهما كانت الأسباب. صاحب من كل بلد راح تملك بلد الأغراب. الأصيل اختار بنت الحسب والنسب تصونك، وابعد عن قليلة الأصل اللي تخونك. بص للي أبوها راجل في بيته، ما يبقاش اللي أمه على دماغه أبوها بيديها. يلي الرجولة واكلاكم، يا ريت تكفوا اللي معاكم. ونتكلم بالنسبة للبشرية اللي احنا شفناها، المأملة الحرامية، اللي هم يقولك احنا واحنا واحنا. ينتقم منكم ربنا. فعلا فعلا فعلا، ان الناس ما بتحبش الحقيقة غير اللي بينافق واللي يطبل. هيقولوا عليه جدع. الحنية طب فين هي؟ ابكي يا قلبي على الحنية. احنا ما بنقولش الله حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، في كل مؤذي. وشفنا يعني حاجات جميلة النهاردة يا جماعة على اليوتيوب كمان. بالنسبة بقى ان بابا يعني عمل
حاجة جميلة وخلاني ان انا اشوفه النهاردة. وانتم مش عارفين ان انا ازاي يا جماعة، ان انا فرحان ان انا شفت بابا وهو بيقطع الفاصوليا يا جماعة. احنا كلنا ندعي لبابا ونقول له يا بابا ربنا يخليك لزكية ويخليك للفاصوليا، واحنا وراك يا بابا، كلنا وراك، كلنا وراك. اسمع يا عويل، عمرك ما تشغل بالي، لان الرجالة افعال مش بفتحة الصدر ولا بالصوت العالي، لان كتر الكلام قليل الفعل، والراجل اللي على حق ما يتكلمش في ظهر الرجال، كله عارف تمامه. عامل فيها راجل جدع وانت يا عم شرطها، كله عارف انك هتية ماشي ببطاقتها، ناقص بس تحط صورتك يا ابني مكان صورتها. فعلا فعلا احنا قلنا ان الحرامية مصدقين كتير، واللي اختشوا ماتوا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا، كل من اذانا. ونتمنى في الايام المباركة ان يجيب لنا حقنا ربنا ويصلح حالنا ويكفينا شر الهم والغم. عجبي على عيلة وعاملين فيها كبار، تشوفهم معلمين في الجلاليب وحارمهم جايب لهم العار. والنبي بلاش تعملوا معلمين وتوزلنا في كتافكم، وانتوا الحريم بتديكوا على قفاكوا. رد يا اخي، الرجالة فعلا دول رجال الكلام، يعملوا لك ابطال فيلم وتشوفهم تقول فاندام، ومراته تفرش له السرير والعبيط يجري على السجاد وينام. لو تاب الشايب وترقع الدايب، لا ينعدل عايب، ولا ديل الكلب لو حطوا 100 قالب. معانا الكتير كلام، وفي البيت الكلمة كلمة المدام. أنا مش عارف أعاتبك إزاي ولا لومك، يكفيني اللي معاك مطلعاك من هدومك بس، والنبي بلاش معانا تعمل لك لازمة، واللي في البيت بتديك بالجزمة. والنبي ما هتفرحوا بالعام الجديد إن شاء الله، وانتم أيامكم هتبقى سودة سواد السنين. الرجالة تحولت للحريم وهتشوفوها في الفيديوهات، والنبي ما تفرحوش على وكسكم، ويا ريت تداري خيبتكم وما نقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا يأذيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.